ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جايبه لكم بقى النهارده وصفه جديده حلوه جدا، سهله وبسيطه، مكوناتها سهله جدا 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 جدا. هنعمل فطيره بدون عجن، بدون فرن، بدون بهدله، بدون اي حاجه خالص. حاجه كده على السريع، حاجه كده هيحبوها ولادك، هيخلوكي بصي انت هتحبيها قبل ولادك. والله الكبار هيحبوها قبل الصغار. هتنفع معاكي فطار، هتنفع معاكي عشاء، هتنفع معاكي تسلي نفسك كده وانتي قاعده. ما هو الشتا ده مش هيخلص غير ما نطلع منه عاملين زي البطريق من كتر ما احنا بقنا ما بيوقفش من كتر الاكل. والله يا ولاد تعالوا نشوف مكوناتنا السهله البسيطه. معانا بطاطس، والله بطاطس يا ولاد. معانا بطاطس ومعانا بيضتين ومعانا عود خضره صغير ونص قرن فلفل. تمام لحد كده؟ تمام لحد كده. انا معايا هنا 6 بطاطسات. البطاطس اللي عندي صغيره. انا عايزه منك بالظبط للوصفه دي 3 بطاطسات كبار. عندك بطاطس كبيره حلوه قوي، ما عندكيش بطاطس كبيره والبطاطس اللي عندك صغيره، يبقى هنضعف المقدار، هنخليهم 6 بالظبط. والستة هتاخدي عليهم نفس البطين، ولو 3 كبار هتاخدي عليهم برضو نفس البطين، مش هناخد اكتر من كده. هتطلع معاكي حلوة قوي. انا عايزة اقولك الفطيرة دي خطيرة. الناس اللي بتعشق البطاطس، انا عايزة اقولك ان البطاطس دي كائن عايش معايا في البيت في كل حاجة. والله يا ولاد، فطار موجودة، غدا موجودة، عشاء موجودة، جنب لحمة موجودة، جنب فراخ موجودة، جنب سمك موجودة. البيت بيحب البطاطس بطريقة خطيرة ما شاء الله، اللهم بارك. هنبشرها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. انا عايزه البطاطس النهارده مبشوره، لان هي العجينه بتاعتي مكونه من البطاطس. فانا هنا هبشر البطاطس. طبعا البيت، اي بيت فيه بطاطس، اي بيت متوفر فيه البطاطس، متوفر فيه البيض، متوفر فيه الفلفل. لو مفيش فلفل احمر، فلفل اخضر عادي ممكن نستبدله فلفل اخضر عادي. خضره موجوده. عشان كده قلتلك ان مكوناتها سهله وبسيطه، وهتقومي تعمليها دلوقتي. هتقومي دلوقتي تعمليها. انا هنا هدي شطفة بسيطة كده للبطاطس. هنزل النشا اللي فيها، هشطفها شطفة صغيرة كده. هجيب بولة تانية كمان، بحيث ان انا اشيل البطاطس من المية واحطها في البولة التانية، واضمن ان انا صفيت البطاطس كويس. سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منك وقت. مدة 10 دقايق بس هتكون جاهزة معاكي. ولا فرن ولا بهدلة ولا عجن ولا فرهضة ولا اي حاجة. زي ما قلتلك كده، حاجة سهلة وعلى السريع على الماشي كده. هنصفيها. انا عايزاكي تصفي البطاطس كويس جدا، تنزلي كمية السوائل اللي فيها كلها، مش عايزة فيها مية نهائي. وعشان اضمن اكتر ان البطاطس بتاعتي ما هيش شاربة مية ولا فيها مية ولا فيها سوائل، هنزل عليها بمعلقتين من الدقيق، عشان لو في مية في البطاطس الدقيق يشربها او يمتصها زي ما انت شايفة كده بالظبط. وهركنها في جنب، وتعالوا نشوف بقية الخطوات هنعمل ايه. هجيب قرن الفلفل بتاعي زي ما قلتلك، مفيش احمر هنستبدله بقرن فلفل اخضر عادي متوفر عندنا وموجود في اي بيت. لو الفلفل الاحمر مش موجود يبقى هنبدله بقرن فلفل اخضر. هنقطعه مكعبات صغيره خالص زي ما انت شايفه كده بالظبط. انا مش عايزاها مكعبات كبيره عشان ما يبقاش شكلها اوفر شويه في الفطيره. انا عايزاها مكعبات صغيره خالص على قد ما تقدري. وهاخد عودين الخضره اللي معايا بمقدار 3 معالق كبار بالظبط من الخضره زي ما انت شايفه كده. هقطعها برضو صغير زي ما انت شايفه كده بالظبط. هتقطعيها صغير. الخضره معاكي زي ما قلتلك 3 معالق كبار بمقدار 3 معالق بالظبط. ما تكتريش الخضره عشان الفطيره ما تبقاش لونها اخضر معاكي من جوه، ما تخضرش منك. 3 معالق كفايه قوي. جبنا هنا البوله، حطينا فيها الفلفل والخضره، وهننزل عليهم بالبيضتين. سهله بسيطه، مش هتاخد منك وقت خالص. زي ما قلتلك تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع معاكي تسلي نفسك كده وانتي قاعده. حاجه حلوه قوي بصراحه. الناس اللي بتحب البطاطس زينا كده، احنا البطاطس معانا في كل حاجه. احنا البطاطس عايشه معانا في قلب البيت. هنا عشاق البطاطس.
هنربها كويس كده، هنرب الخليط ده كويس وهننزل عليه بالتوابل. التوابل هنتبله فلفل اسود وملح وكمون، مش عايزه منك اكتر من كده. فلفل اسود، ملح، كمون، معلقه صغيره معلقه صغيره معلقه صغيره. اهم حاجه تظبطي الملح بتاعك يكون مظبوط، لان البطاطس بتاخد ملح كتير او بتمتص الملح، فانت ظبطي الحدق بتاعك. عشان كده هنحط التوابل كمان على البطاطس، هحط ملح، هحط فلفل اسود والكمون. هتقولي ما انت حطيتيه على الخليط، لا حطي كمان على البطاطس، عشان زي ما قلت لك البطاطس بتمتص الملح. الخليط ده هنقلبه مع بعض كده تقلبتين 3 عشان يختلط كله مع بعضه. وتعالوا بقى نشوف مراحل التسويه بتاعتنا، هنسويها ازاي ومش هندخلها الفرن ازاي. امال هتسويها ازاي يا ام مازن؟ تعالي هقولك هنسويها ازاي، سهله وبسيطه جدا، مش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق بالظبط. تعالوا نشوف. معايا طاسه على النار، هنحط فيها مقدار 3 معالق كبار من الزيت. هنفرد الزيت كويس كده في الطاسه بحيث ان الفطيره بتاعتنا ما تلزقش مننا من تحت. هنزل بنص الخليط اللي معايا، نصه بالظبط، هفردها كويس في قلب الطاسه، هسويها كده كويس زي ما انت شايفه. النار معايا هنا وسط، ما تعليش النار عشان تستوي معاكي كويس وتاخد لون كويس من تحت. هغطي الخليط ده لمدة 2 بس. النار معاكي وسط زي ما قلتلك، ما تعليش النار عشان تستوي معاكي كويس. بعد 2 الخطوة اللي انا هعملها دي اختياري مش اجباري، متوفرة عندك مش متوفرة خلاص. هحط 2 معلقة من الجبنة الموتزاريلا، لو متوفرة عندك اوكي، مش متوفرة خلاص. انا قلت اعلي القيمة الغذائية معايا شوية وادلع الولاد زي ما بقولتلكم. متوفر ماشي، مش متوفر خلاص. هننزل ببقية النص الخليط التاني، هنفرده برضو كويس وهنغطيها كويس وهنسويها، نديلها نسويها كده كويس من فوق. وبعد كده هغطي لحد ما ياخد لون من تحت كويس، وابدا احس ان هي خدت اللون الحلو قوي من تحت. ابدا اهز الطاسه معايا كده، لو اتهزت معايا كده خلاص يبقى هي خدت لون حلو من تحت. وارفعها برضو باي حاجه، بمعلقه او بالسبولاتيلا بتاعتك، ارفعيها كويس بحيث ان انت تشوفي اخدت لون من تحت ولا لا. زي ما انا هعمل كده بالظبط. انا لقيتها اخدت لون، هبدا اقلبها بقى على الوش التاني طبق كده، واقلبيها زي ما انت شايفه كده ما شاء الله، واديلها تسويه كمان من تحت، واديلها الوش اللي خدته من فوق تاخده من تحت كمان، ونغطيها عشان تستوي كويس. شايفه كده ما شاء الله كان اخدت لون من فوق ومن تحت كويس. وكده جهزت معايا. سهله ولا مش سهله؟ بسيطه ولا مش بسيطه؟ ومكوناتها سهله ولا لا؟ وكل حاجه موجوده في البيت عندنا ولا لا؟ بطاطس موجوده، بيض موجود، خضره موجوده، الفلفل موجود، ما فيهاش اي مكونات خزعبليه. حلوه قوي وسهله وبسيطه وجميله، وولادك هيحبوها وانت هتحبيها قبل ولادك. قومي يلا جربيها واعمليها وقولي لي رايك فيها، ومستنيه الكومنت الجميل بتاعك. اشوفكم في فيديو جديد على خير.